السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جاي لكم بفيديو جديد، وبالتالي جاي لكم بوصفه جديده. هنعمل الحاجه القمر التحفه اللي انتم شايفينها قدامكم دي، احلى طبق قلقاس هتاكليه في حياتك لو عملتيه بالطريقه دي. وكمان عملنا شويه رز بشعريه كده، وكمان عملنا طبق شوربه لسان عصفور طعمه جميل جدا. طبعا احنا يعني في اليوم ممكن نعمل اكل كتير جدا، لان احنا مجهزين كل حاجه قبل رمضان، وكل حاجه موجوده عندنا متجهزه ومتحضره، فسهلت علينا الوقت. وكمان والله قللت من الوقفه في المطبخ. فتعالوا بقى نسمي الله وندخل الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملنا طبق القلقاس التحفه ده ازاي، اللي هو البطل الاساسي بتاع فيديو النهارده. طبعا انا معايا زي ما انتم شايفين كده، ده نص كيلو كده من اللحمه. فانا طبعا هقطعه مكعبات صغيره، انت طبعا هتقطعيه بالطريقه اللي انت عاوزاها. حابه تعمليه هوبر كده يعني القطعه تملى العين، مفيش اي مشكله براحتك، لكن انا بصراحه لما بحب اقطع اللحمه مع الخضار قطع صغيره علشان ما تاخدش وقت في السوا، وكمان علشان ايه تاخدي على قد المعلقه كده، مش عاوزين لغوصه كتير يا جماعه، احنا صايمين يعني. فايه انت قطعي بالطريقه اللي انت عاوزاها، انا بقطعه ايه قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا في فيديو تفريز القلقاس وما غسلناش القلقاس، وطبعا كان في جدل كتير إن لا زي الناس ما بتغسلش القلقاس، لا ده بيتقل الشوربه ويخلي الشوربه تقيله كده ومش حلوه. لا لا، انت هتشوفي دلوقتي الشوربه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. فطبعا انا قطعت اللحمه وشطفتها كده شطفه تحت الحنفيه وحطيتها في المصفى دقيقتين كده اتصفت. ومعايا حله على النار فيها معلقه من السمنه البلدي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، ومعايا هنا حوالي 3 أو 4 فصوص من المستكة هاسيّحها في قلب السمنة كده. وبعدين هانزل بقطع اللحمة بتاعتي أدّيها تشويحة بسيطة كده. أنتِ حابة تحطي اللحمة في المَيّة وتغليها زي ما بالطريقة اللي أنتِ حاباها، بس أنتم عارفين من أول ما يعني الناس اللي موجودة عندي أو معايا في القناة من فترة عارفين إن أنا الطيور واللحوم أنا أحب أشوّحها كده. فاديتها تشويحه بسيطه كده بالمستكه، وبعد كده نزلت عليها بالميه السخنه بتاعتي، واول ما تغلي هضيف لها الاضافات العاديه اللي احنا بنضيفها للشوربه، اللي هي البصل والطماطم والحبهان وورق اللوري، وعود كده من القرفه الخشب او القرفه العيدان. طبعا هي غلت على طول لان انا منزله عليها ميه سخنه، اللي هي الطريقه التقليديه العاديه بتاعه الشوربه. هضيف برضو شويه كده من الفلفل الاسمر، بس مش هحط ملح علشان ما يقللش من يعني من السوا بتاعة اللحمة معايا. فممكن تحطي معلقة سكر علشان يسرع معاكي من السوا. هنسيب اللحمة كده مع نفسها تستوي. ومعايا هنا بقى تاني حلة على النار عشان هنعمل الرز بالشعرية بتاعنا، ومعايا معلقة كده من السمنة البلدي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، ومعايا كده برضو حوالي معلقتين كده من الزيت. وهبدأ احطهم كده على النار، وهحط برضو حوالي فصين كده من المستكة، بيخلي الرز بشعرية طعمه جميل قوي وكمان ريحته حلوة. الاول المستكه ما تبدا تسيح كده في قلب السمنه، هبدا انزل بقى بالشعريه بتاعتي. الشعريه طبعا يعني متحمره وجاهزه. احنا طبعا ترجعوا للناس يعني اللي ما شافتش الفيديو بتاع تحمير الشعريه، يا ريت ترجعوا يا جماعه وتشوفوه وتكتبوا لي تعليق، وكمان تحطي لي لايك. طبعا حطينا الشعريه طبعا متحمره، ما خدتش وقت، هي يا دوب تشويحه بس كده في السمنه تاخد ريحه. وبعد كده معايا نص كيلو من الرز انا غسلاه ومصفياه. هقلب بقى الشعريه مع الرز تقليبه كويسه كده، وبعد كده انزل برضو بالميه السخنه بتاعتي على الرز، اللي هو العيار بتاع الرز بتاعك اللي انت طبعا عارفاه. واحط كده معلقه من الملح، يعني هسيب النار عاليه كده. اول ما يتشرب الميه هبدا اهدي النار كده واسيبه مع نفسه لما يستوي. وهنا بقى معايا طاسه كده او صينيه برضو هحط فيها معلقه من السمنه. وبرده هابدأ بقى انزل بالقلقاس بتاعي ده. القلقاس طبعا اللي انا كنت مفرزاه معاكم. طبعا القلقاس انا ما غسلتهوش في فيديو التفريز، وناس يعني جدل كتير بقى ليا والقنوات تانية كتير، ازاي القلقاس ما بيتغسلش، ده بينزل المادة اللزجة دي بتتخن الشوربة ومش عارف لا لا خالص. بس اعمليه بالطريقة دي. التشويحة دي في السمنة تخرجيه من الكيس على طول بالتلج بتاعه، تحطيه في قلب الصينية السخنة اللي فيها معلقة سمنة، وترشي رشة كده من الكزبرة ورشة من الفلفل الأسمر، وتقلبيه تقليبة. والله بصي هيوديلك القلقاس في حتة تانية، يخلي ريحته جميلة جدا. الكزبرة مع تشويحة السمنة دي هتخليه حلو قوي، بس أهم حاجة ما تسيبوش لما يفك. وشايفين كان لونه أبيض معانا وجميل قوي ازاي. طبعا الرز هنا كان شرب ميته، وانا طبعا هديت عليه النار وقلبته تقليبه كده وسيبته يكمل سواه. هنا طبعا القلقاس زي ما بقول لكم لونه فاتح ولونه جميل قوي، لان انتي هتخرجيه من الكيس مش هتسيبيه يفك بتلجه، هتحطيه على الشوربه، او لو هتعملي زي بقى وتشوحيه التشويحه دي هتكسبي كتير على فكره والله، وهتكسبي طعم قلقاس ما اكلتوش في حياتك.
وبعد كده بقى ايه، بعد ما شوحناه كده هننزل عليه الشوربه طبعا واللحمه. انا طبعا الشوربه كنت مصفياها من الحاجات اللي انا كنت حاطاها فيها، اللي هي البصل والطماطم والحاجات دي، صفيت الشوربه وحطيتها طبعا ايه تاني على النار، وحطيت بقى فيها القلقاس. القلقاس طبعا مش هياخد ايه سوا كتير، لان هو كان يعني مش هياخد وقت في السوا يعني. وهنا بقى معايا ايه طاسة تانية فيها معلقة كبيرة من السمنة، برضو السمنة البلدي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، وفيها معلقة كبيرة من التوم. يدوب التوم بس كده ايه هياخد تشويحة كده في السمنة، ويعني يدوب ايه يصفر، بس احنا مش عايزين لونه يغمق عشان ما يغمقش معانا الشوربة بتاعة القلقاس. وبعد كده بقى هنزل بقى بالسلق بتاعي. شايفين السلق بتاعي والخضرة اللي انا كنت عاملاها، شايفين لونها اخضر وجميلة جدا ازاي. وبعد كده بقى هزود بقى الخضار ده، هاحط إيه، حزمة صغيرة كده من الكزبرة، تقطّعيها قطع إيه صغيرة على قد ما تقدري، أو تدقيها في الهون كده، برضه هتبقى جميلة ما فيش أي مشكلة. وبعد كده تحطّي معلقة كبيرة من الكزبرة، وبعد كده تنزلي بقى بالإيه، بالطشة الجميلة دي على إيه، على القلقاس. بُصّي بقى هتاخدي أحسن قلقاس في حياتِك بصراحة يعني. أنا أنا طبعًا لمّا كنت باعمل معاكم تجهيز السلق بتاع القلقاس، قُلت لكم إيه، قُلت لكم أنا مش باحط التوم أبدًا. في قنوات كتير وقنوات كبيرة يعني بتحط التوم مع القلقاس، أو مع السلق بتاع القلقاس. لأ، أنا ما احطش التوم، أنا أحب أحطه ويكون طازة كده عشان يديكِ ريحة وطعم إيه، جميل أوي. شايفين بقى الشوربة بتاعتكم بتاعتنا، أنا وريتها لكم والله تحفة بجد يعني، وخفيفة جدًا، مش زي ما الناس بتقول بتبقى تقيلة وتخينة وحاجات كده، لأ خالص، شوربة جميلة جدًا، ويعني وشفافة وحلوة أوي يعني. مش المادة اللزجة بتاعة القلقاس دي ما نزلتش وتقلت لنا الشوربة وبوظتها لنا ولا أي حاجة، لأ بالعكس جميلة جدًا. طبعًا خلّصنا كده القلقاس، ومعايا هنا حلة تانية على النار فيها معلقة سمنة برضه، حوالي فصين مستكة يسيحوا كده، ونزلت برضه بالإيه، بلسان العصفور اللي إحنا كنا محمرينه مع بعض. رجعوا الفيديو بتاع تحمير الشعرية ولسان العصفور يا جماعة. و ونزلت بقى بباقي الشوربة اللي كانت معايا، وهاحط إيه، معلقة واحدة كده من الإيه، من الصلصة، معلقة صغيرة من صلصة الطماطم. طبعًا صلصة الطماطم دي برضه اللي أنا كنت عاملاها معاكم في البيت، ارجعوا برضه الفيديوهات دي موجودة على القناة. هتدّي لسان العصفور لون جميل أوي، شايفين؟ يعني معلقة الصلصة ادّت لسان العصفور، شوربة لسان العصفور لون جميل أوي والله، وادّت لها طعم حلو أوي بصراحة يعني. لسان العصفور كان جميل أوي، حاجة دافية كده نشربها طبعًا إيه، مع الفطار يعني تدفّي معدتنا كده يعني. فما شاء الله يعني الأكل ده كان الأكل أو الfinish بتاع الأكل يعني، طبق الشوربة الجميل معانا، وكمان طبق الرز بشعرية اللي جاب أبو حبّهان وأبو مستكة ده جميل أوي. وشايفين بقى، شايفين الشوربة بتاعة القلقاس عاملة إزاي شفّافة وجميل جدًا، وشايفين القلقاس لونه فاتح وجميل جدًا إزاي. جرّبوا الطريقة دي يا جماعة والله مش هتندموا، وهتعتمدوها على طول. وبكده بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا ريت بقى تشتركوا عندي على القناة، وتدعموني باللايك، وكمان تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك.